اصعب 10 تخصصات دراسيه على مستوى العالم. الماث. غلط. العلوم. يا عم انت ليه جينيريك قوي كده؟ خش شويه في تفاصيل. تخصصات جامعيه. تخصصات جامعيه. ايه بقى؟ ماشي. الهندسه. عندك الهندسه الوراثيه واخده 4. رقم 2 هندسه الطيران والفضاء. الطيراء. انا قلت الطيران؟ الطيراء ده مش عارفه. رقم 3 الهندسه الكيميائيه. رقم 7 الهندسه المعماريه. مفيش هندسه وراثيه. رقم 4 الهندسه الكهربائيه. الهندسه واخده 4. المهندسين يشوفوا نفسهم علينا اكتر ما هم هم شايفين نفسهم اصلا مش أساساً. محتاجين. يلا الحمد يلا لله. خلينا ساكتين. ماشي. يبقى احنا كده هندسه وخدنا فيهم 4 في 4. تمام. الكيمياء. ما احنا قلنا الهندسه الكيميائيه. الكيمياء الهندسه الكيميائيه عايزه انت محو اميه. لا. البروجرامينج هعتبرها صح. كمبيوتر ساينس رقم. هعتبرها صح. هعتبرها. ما البروجرامينج ده جزء من الكمبيوتر ساينس. ماشي يلا. معلش انا دارسه وعارفه انا بقول لك ايه. بالله عليكي بالله عليكي. كمبيوتر ساينس رقم 5 في القائمه. طب ازاي ما بقولش الطب انا؟ الطب رقم 1 في القائمه. طبعا. افرحوا يا دكاتره. افرحوا يا دكاتره. افرحوا يا دكاتره. اصعب. يفرحوا ازاي ولا يزعلوا يعني؟ مش فاهم. انتوا افرحوا ان انتوا يعني مقدرين. يعني مقدرين. رقم 1 في القائمه من حيث اصعب حاجه. اصعب التخصصات دراسه في العالم. مسافرين ياخدوا شهادات، ياخدوا زمالات، رايحين جايين طول عمرهم. هو الدراسه ما بتفرقهمش بتوع الطب دول. يلا على ربنا يعينهم. صيدله ولا حاجه برضه تبع الطب ولا الصيدله لوحدها؟ انا بقول صيدله. ضحكتك بتديني امل ان اجابتي صح. الصيدله وعلم الادويه رقم 8 في القائمه. انا عمري ما اتخيل ان انا ادرس حاجه شبه الصيدله دي. كليه علوم نفسها منهم؟ لا. انا شايف كليه علوم صعبه جدا. صعبه جدا. اصعب من طب. بس هي عشان علوم فيها تخصصات فممكن التخصصات دي فيها حاجات هنا في القائمه. علم الفضاء ده احنا قلنا هندسه الطيران والفضاء. لا الفضاء. لا حاجه بيدرسوها في العلوم. اصعب حاجات في الثانويه فيزياء وكيمياء. الفيزياء النظريه وفيزياء الكم رقم 6 في القائمه. كوانتم ميكانكس من اصعب التخصصات في العالم. شغل اوبنهايمر والكلام ده. انا فاضل لك حاجتين. والفاينانس منهم رقم 9 في القائمه واللي هي الماليات. حاجه علميه ولا حاجه ارقام ولا ايه؟ لا. طب اقول لك هنت هتجيبها لك في ثانيه. يلا. بيتر كول سول. المحاماه القانون رقم 10 في القائمه. عشان كده الناس اللي بتخش حقوق بتسقط 700 سنه. ايوه صعبه جدا. دايما المحاميين في المحكمه بيلبسوا البتاع كده اللي هي بيضه كده. هو ده مش في الافلام او في حاجات كده ولا لا ده حقيقه بيلبسوها كده؟ مش عارفه. اكيد ليها دلاله معينه اللي يعرف يكتب لنا. انا لو اشتغل محامي ويلبس كده هستقيل.